مشهد مرعب اهتزت له مدينة فاس ليلة أول أمس الاثنين على جثة متحللة محروقة ومجهولة الهوية كون في قناتكم المواطن 360 كما كتعرفوا كنوافقكم باخر الاخبار والمستجدات اللي طاريه في المغرب. ما نساوش تخليونا واحد الاشتراك وواحد لايك باش نستمروا ان شاء الله وتوصلكم اخر الاخبار الجديده. خليكم مع الخبر. العثور عليها في منطقة خلاء قرب أحد مداخل المدينة العتيقة لتفجر موجة من الصدمة والقلق وسط السكان. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن الجثة التي كانت في حالة متقدمة من التحلل تحمل آثار حروق واضحة على مستوى الأطراف بالإضافة إلى علامات عنف جسدي قوي، ما يرجح فرضية وقوع جريمة قتل بشعة. مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس حلت بسرعة بعين المكان وفتحت تحقيقا معمقا لتحديد هوية الضحية وظروف الوفاة الغامضة. وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الذي من المنتظر أن يكشف الحقيقة الكاملة وراء هذا الحادث المفزع. عدد من السكان الحي عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد من الوضع الأمني في المنطقة، وأكدوا أن المكان رغم قربه من مركب تجاري كبير وفندق مصنف إلا أنه يعاني من غياب شبه تام للإنارة العمومية وانتشار مقلق للمنحرفين والمتعاطين للمخدرات الذين حولوه إلى فضاء خطير خارج السيطرة. وهنا تطرح تساؤلات عديدة: كيف يمكن لموقع استراتيجي كهذا في قلب فاس التاريخية أن يترك مهمشا ومفتوحا أمام الجريمة؟ ومن المسؤول عن هذا التدهور الأمني الواضح؟ وهل تكون هذه الجريمة بداية كشف شبكة إجرامية أكبر؟ نحن في انتظار نتائج التحقيق والتشريح وسنوافيكم بكل جديد حال توفره. ابقوا معنا واشتركوا في القناة لمتابعة آخر المستجدات حول هذه الجريمة الغامضة وكل ما يهمكم من أخبار المغرب.